السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء ابو المجد. خلاص بقى موسم الليفت دخل، عايزين نعمل بقى شوية مخللات كده بجد في قلبكم. اي نعم انا مصورة الفيديو في الضلمة، بس عادي مفيش اي حاجة توقفنا، البرطمانات منورة اساسا. طبعا تحطوا لي لايك بقى وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا مع بعض كده نشوف الطريقة الجميلة دي وازاي هنعمل المخلل القمر ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة في بولة كده قطعت نص بنجراية، قطعتها طولي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه؟ عشان خاطر تديه اللون الجميل ده لللفت. تمام. هنزل عليه بلتر ونص ميه مغليه. تمام. انا هقول لكم كميه الميه اللي استخدمتها وكميه اللفت اللي استخدمتها وكميه الملح وكل حاجه. هنا بقى الميه معايا مغليه، هحط عليها واحدتين كده من الحبهان، واحدتين من الكباب الصيني والفلفل الاسود، وكمان هحط واحدتين كده من الورق اللوري. كل دي منكهات بتدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو قوي للمخلل بتاعنا. هسيبهم بقى على جنب كده لحد ما الميه معانا تبرد تماما. مننا عقمنا الميه ومننا خدنا لون حلو جدا من البنجر. تمام. هقلبهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقبل ما اسيبهم يبردوا هحط كمان الملح. على اللتر ونص هحط 7 معالق من الملح. تمام. اللتر بياخد 5 معالق كبار، 5 معالق كبار. انا استخدمت لتر ونص فحطيت 7 معالق كبار من الملح. تمام. هقلبهم بقى واسيبهم على جنب كده لحد ما يبردوا عشان كمان ناخد اللون الجميل. معايا هنا اللفت، غسلته كويس جدا، شلت منه اي طينه اي حاجه ونضفته. طبعا الاجزاء الخضراء دي انا سبتها مش هرميها، بتتاكل عادي جدا. بقطعت بقى المخلل او بالسكينه، لو مش عندك القطاعه دي مفيش مشكله خالص. هبدا ان انا اقطعه بالسمك ده، السمك ده حلو جدا عشان اللفت معاكي ما يتهريش. تمام. هبدا بقى ان انا اقطعه بالشكل ده. طبعا ممكن تقطعي مع جزر، ممكن تقطعي معاه خيار، ممكن تقطعيه هو كده لوحده، مفيش اي مشكله خالص. المتاح بالنسبه لك والمتوفر تعمليه. كمان ممكن تحطي معاه شطه، برضو حلو قوي. هقطع بقى كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي كل الكميه معايا، دول كانوا 3 كيلو. هقطع عليهم 3 فصوص من الثوم. الكيلو بحط عليه فص واحد بس من الثوم، ال3 كيلو حطيت 3 فصوص من الثوم. معايا هنا كمان هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض تقريبا كده من سنه على القناه. وهبدا بقى ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. لبست طبعا الجلافز عشان خاطر دي هريسه شطه وشطه حاميه جدا، هتدينا لون حلو جدا لللفت، وكمان هتخلي اللفت معانا يقعد لاطول فتره ممكنه، ومش هيعمل معانا طبقه الريم. اعتبريه كده كماده حافظه. هجيب بقى البرطمان بتاعي، غسلته كويس جدا بميه سخنه وخل. هبدا بقى ان انا احط فيه على طول المخلل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت بحسب بصراحه ان البرطمان هيكفيه 3 كيلو، بس البرطمان طلع صغير. المهم انا هملاه بقى بالشكل ده، وخلاص الميه معانا بردت. هبدا ان انا اضيفها على طول على المخلل، بس قبل ما اضيفها حطيت معلقه كبيره من السكر. تمام. هامله معايا بقى البرطمان بالشكل ده. لو وصلت للحظه دي ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. هاملاه بقى بالشكل ده، بس عايزه اقول لكم ان الكميه ما كفتش خالص، عملت لتر ونص تانيين بنفس المكونات بالظبط. يبقى كده ال3 كيلو اخدوا معايا 3 لتر من الميه، وعليهم 14 معلقه من الملح، ممكن تخليهم 15 مفيش مشكله. كام واحده حباين، كام واحد ورق لوري، كباب صيني، فلفل، اي حاجه. خلاص هنا انا خلصت كل الكميه اللي معايا وحطيتهم في برطمانين. البرطمان التاني ده كملته بخيار وجي معايا مظبوط كويس قوي. حطيت عليهم نص كوبايه من الليمون. الكميه الاكتر طبعا حطيتها في البرطمان الكبير، ممكن تستبدليهم بربع كوبايه من الخل. حطيت ستريتش راب او اي كيس تلاجة. اهم حاجه انك تقفلي كويس جدا عشان ما يدخلش ليه اي هوا خالص وما يعملش معاكي طبقه الريم اللي على الوش. هقفلهم بقى كويس جدا بالشكل ده. وبس كده خلاص المخلل بتاعنا خلص. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.